نعلم أن اختيار الشيخ لأموره الفقهية واختياراته الفقهية ليس بالأمر السهل، وليس كما كان يقول الحجوري أن عبد الرحمن يدرس الفقه، نستطيع أن ندرس نساءنا يدرسن هذا الفقه، يستطيع أي مرأة ما يستطيع. هذا كذب. مثل هذا الفقه، مثل هذا البحث في كل مسألة ما يستطيعون. وأين هم من هذا إلا أن يشاء الله. لا أعني أن مثله غير موجود في العالم، بلى هناك علماء وفقهاء أعلم من شيخنا رحمه الله وأتقى من شيخنا رحمه الله، لكن هكذا كان يبني فقهه واختياره، ليس جزافا كما قال الحقاد أو الحساد، وأنه يأخذ من كتاب أو كتابين. ما يأخذ من هذا، إنما يمر على هذه المراحل كلها